هي أشهر سلطانات الدولة العثمانية اللي حكمتها فعليا في عام 1617. مارست نفوذها بشكل كبير جدا، وهي أكثر سيدة حصلت على منصب السلطانة الأم أثناء مدة سلطنة أولادها مراد الرابع وإبراهيم الأول لفترة امتدت حوالي ربع قرن. جمعت بين إيديها القوة والسلطة اللي مكنتها من إنها تكون ضلع أساسي في حكم الدولة العثمانية. فمن هي قسم سلطان؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو ده. بس الأول كل اللي يشوف الفيديو يعمل اشتراك للقناة ويفعل الجرس ويعمل لايك لو الفيديو عجبه. هي قسم ماه بيكر سلطان. اسمها الحقيقي أنستازيا. ولدت في عام 1590، وهي ابنة قديس يوناني من جزيرة تينوس. دخلت أنستازيا القصر العثماني طوبكابي بمجرد أن رآها السلطان العثماني الرابع عشر أحمد الأول، وقع في غرامها من النظرة الأولى. بعد كده دخلت أنستازيا الإسلام وغيرت اسمها، وأطلق عليها اسم قسم، وأطلق عليها أيضا اسم ماه بيكر، ويعني وجه القمر. عاشقها السلطان أحمد الأول وأراد الزواج بها رغم معارضة والدته السلطانة هندان ورفض السلطانة الكبرى صفية اللي كانت متحكمة بكل أمور الحرملك وقتها، وكانت بترفض أي ارتباط بين السلطان أحمد وبين الجواري. لكن السلطان أحمد الأول تزوجها رغما عنهم جميعا، وأطلق عليها لقب السلطانة القائدة. أنجبت منه السلطان مراد الرابع والسلطان إبراهيم الأول. وهنا بدأت حياة قسم الجديدة في قصر طوب كابي. بعد وفاة السلطان أحمد الأول، قسم أظهرت حب وعشق كبير جدا للسلطة، وكان عندها رغبة شديدة في تولي حكم الدولة العثمانية. في البداية رفضت أن يتولى الأمير عثمان ابن ماه فيروز عرش السلطنة العثمانية بعد أبيه السلطان أحمد، عشان كانت خايفة من ضياع فرصة ابنها الأمير مراد الرابع في الحكم، واللي كان وقتها طفل صغير جدا. استعانت قسم في الوقت ده بأخو جوزها الأمير مصطفى، اللي كان كتير جدا من رجال الدولة العثمانية معترضين على توليه عرش السلطنة العثمانية، لأنه كان بيتسم بالجنون وخفة العقل. قسم ما كانتش لوحدها، كان معاها فرق الانكشارية. وبعد كده أصبحت قسم رئيسة الحرملك لما بلغت سن 28 عام، وأصبحت سيدة الأولى بلا منازع. كانت بتدير جلسات الديوان، وتدخلت في السياسة العليا لحكم الدولة العثمانية. سلطنة مصطفى الأول ما دامتش حوالي 3 شهور، وابتدت بعد كده المشاورات عشان يتولى الأمير عثمان حكم البلاد. وده طبعا كان معناه إن ماه فيروز انتصرت على قسم، وهيصبح ابنها هو السلطان للدولة العثمانية خلفا لأبيه السلطان أحمد. لكن السلطانة قسم ما استسلمتش للأمر الواقع، واتحالفت مع الانكشارية عشان تتخلص من ابن ضرتها ماه فيروز، خاصة إن عثمان كان عايز يتخلص من حكم قسم بأي طريقة ممكنة. قسم دبرت مع الانكشارية مؤامرة القتل، وعاد مصطفى مرة أخرى للحكم كفترة انتقالية عشان يمهد الطريق لابنها مراد لتولي حكم الدولة العثمانية. لكن مصطفى الأول ما كانش عنده القدرة إنه يدير شؤون البلاد، فاتفقت قسم مع الصدر الأعظم وقتها وباقي الوزارات على عزل مصطفى وتولية ابنها مراد الحكم. لكن مراد وقتها كان سنه صغير جدا، كان حوالي 11 سنة، وأصبحت قسم بذلك السلطانة الأم، وأدارت البلاد بصفتها نائبة السلطان. في سنة 1630 انتهت فترة نيابة قسم اللي كانت استمرت لحوالي 9 سنين، لأن مراد ابنها أبعدها عن شؤون البلاد، وأمرها أنها تقطع علاقاتها واتصالاتها برجال دولته، وهددها بالنفي لو ما استجابتش لأوامره. لما استلم مراد حكم الدولة العثمانية عمل كتير جدا من الإصلاحات، وقدر ان هو يقضي على الفوضى اللي كانت موجودة في البلاد، وكان بيقتل ويعدم اي حد كان بيخالف اوامره. الكاتب العثماني يلماز أوزوتون قال في كتابه ان قسم كان ليها دور كبير جدا في انها تنقذ السلالة العثمانية من الانقراض،
لأنها منعت ابنها مراد من إنه يقتل أخوه. بعد وفاة مراد، قسم لقت إن دي فرصة كويسة جدا عشان تستعيد سيطرتها ووضعها مرة تانية، واللي ساعدها في كده إن ابنها إبراهيم كان ضعيف الشخصية وما كانش عنده القدرة إنه يدير الدولة العثمانية، لأنه كان بيعاني من أزمة نفسية شديدة، والبعض قال إنه كان مختل عقليا بسبب مشاهد الدماء وإعدام إخواته الكبار اللي حصلت أمامه. ومن هنا أطلقوا عليه اسم إبراهيم المجنون. وبالطبع استغلت قسم الفرصة وفرضت سيطرتها مرة أخرى على حكم الدولة العثمانية. مع مرور الوقت قدر إبراهيم إنه يكشف ألاعيب قسم، وهددها بالنفي لو فضلت تستمر في التدخل في الحكم، وده طبعا أغضب قسم جدا لأن عمرها ما هتتنازل عن نفوذها وسلطتها. وهنا فكرت قسم بإنها تشيل ابنها من الحكم وتولي حفيدها ولي العهد محمد شاهزادة الحكم، لكنه كان طفل صغير جدا ما تجاوزش عمره ال6 سنوات، فلو تولى الحكم قسم هترجع تاني نائبة السلطنة وهي اللي هتحكم الدولة العثمانية مرة أخرى. وبالفعل اتحققت رغبتها ونجحت في إنها تشيل ابنها إبراهيم من فوق العرش وسلمته للإنكشارية اللي أعدموه بعد ذلك في 18 أغسطس 1648 ميلادية. بعد كده تولى حكم الدولة العثمانية حفيدها محمد شاهزادة وأصبح هو السلطان الفعلي للبلاد. وحصلت والدته السلطانة خديجة تورخان على منصب السلطانة الأم. خديجة تورخان وقسم كان بينهم عداء شديد جدا، استمرت العداوة ديت حوالي 3 سنين بالظبط، لكن قسم قررت انها تتخلص منها لكن ما قدرتش. قسم تسكت لحد كده؟ لا طبعا، قررت قسم انها تتخلص من حفيدها محمد عشان تولي اخوه الطفل حكم السلطنة. كانت قسم بتفضل اخوه عنه لانه كان من ام تانية غير خديجة تورخان، لكن خديجة تورخان اكتشفت مؤامرة قسم وأمرت باغتيالها، وده تم بمعاونة رئيس أغوات الحرملك يوم 3 سبتمبر 1651 ميلادية. اختلفت الروايات والأقاويل في طريقة موت السلطانة قسم. بعض الكتب ذكرت انهم قاموا بجلدها بشدة لحد ما ماتت. دخل العبيد والجواري لجناح السلطانة قسم، خدوا كل مجوهراتها وقطعوا ودانها وخنقوها لحد ما ماتت، وتوفت في عمر 62 سنة واتدفنت إلى جانب قبر زوجها السلطان أحمد في منطقة السلطان أحمد باسطنبول. وهي دي حقيقة قصة السلطانة قسم. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. معايا أنا هنا علي في زي التاريخ ما بيقول.